كتير مننا بيجري ورا حلم واحد، الثروة. بنفتكر إن الفلوس هي اللي هتحل كل المشاكل وهتجيب السعادة. بس هل فكرنا قبل كده إن ممكن يكون في فرق كبير بين الغنى والحرية؟ في الشرح ده هنكتشف مع بعض الفرق الصادم ده، وإزاي ممكن واحد يكون غني جدا لكنه في الحقيقة سجين. طيب خلينا نفرق بينهم. للوهلة الأولى ممكن يبانوا نفس الحاجة. الغنى ببساطة هو إنك تمتلك فلوس كتير، أصول وعقارات. أما الحرية المالية فدي حاجة تانية خالص. معناها إنك تكون مستغني، إنك تصحى الصبح وتقرر تشتغل بمزاجك عشان بتحب اللي بتعمله، مش عشان أنت مضطر تدفع الفواتير والالتزامات. الفرق ده يا جماعة هو كل حاجة. تمام. عشان نفهم الموضوع ده كويس، خطتنا النهاردة هتكون كالتالي. الأول هنتكلم عن الناس الغنية بس مش حرة. بعدين هنشوف إيه هو فخ المكانة الاجتماعية ده، وهنعرف إيه هو الهدف الحقيقي اللي المفروض نسعى له، وهو الحرية المالية. وهنقول لكم على القاعدة الذهبية للهروب من الفخ ده. وأخيراً هنتكلم عن الفرق بين الحكمة والبخل. يلا بينا نبدأ بأول نقطة عندنا: غني ولكن غير حر، أو زي ما بنسميها مفارقة المليونير. هنا هنشوف مثال ممكن يبان غريب جدا، لكنه بيكشف الحقيقة المرة ورا علاقة ناس كتير بالفلوس. تخيلوا معايا كده، هل ممكن شخص دخله 1,000,000 في الشهر ويفضل برضه محبوس في دايرة مقفولة؟ يعني سجين؟ الموضوع يبان مش منطقي خالص، صح؟ لكن الإجابة الصادمة وللأسف هي ممكن جدا. والموضوع ده بيحصل أكتر بكتير مما نتخيل. بصوا كده على الرسم البياني ده. الموضوع بسيط جدا. عمود الدخل الشهري 1,000,000، وعمود المصروفات الشهرية برضه 1,000,000. يعني كل جنيه بيدخل جيبه بيخرج قصاده جنيه بالظبط. فالشخص ده غني على الورق، في فلوس كتير بتعدي عليه، لكنه مش حر خالص. ده عايش على الحافة. أي مشكلة صغيرة تحصل، أي هزة بسيطة ممكن توقعه في ديون ملهاش آخر. يعني خلونا نتخيل، لو الشخص ده قرر ياخد أسبوع واحد بس أجازة، مجرد أسبوع، دخله هينزل لكن مصاريفه والتزاماته زي ما هي. النتيجة هيلاقي نفسه مضطر يستلف فلوس عشان بس يغطي مصاريفه ويحافظ على مستوى معيشته. يعني من الآخر هو بقى عبد للمال ده، زيه زي أي موظف تاني بيخاف ياخد يوم أجازة عشان مرتبه ما ينقش. الفرق بس في حجم الأرقام. طيب نيجي للسؤال المهم، إزاي حد عاقل بيوصل نفسه للمرحلة دي؟ الإجابة موجودة في حاجة اسمها فخ المكانة الاجتماعية، وده فخ كلنا بنقع فيه بدرجة أو بأخرى، وهو السبب اللي بيخلي أي زيادة في الدخل كأنها ما حصلتش. هي دي بقى الدايرة المفرغة اللي بنسميها تضخم أسلوب الحياة. بمجرد ما الدخل بيزيد، المصاريف كمان بتزيد عشان تساويه، والنتيجة الشخص بيفضل في نفس مكانه المالي بالظبط. يعني كان بياخد 1000 بيصرف ال1000، بقى ياخد 10 بيصرف ال10، بقى ياخد 1,000,000 بيصرف ال1,000,000. في كل الحالات هو بيفضل محلك سر مهما زاد دخله. الحكاية دي ليها اسم علمي على فكرة، اسمها قانون باركنسون للماليات. القانون ده بيقول ببساطة إن مصاريفنا دايماً هتتمدد عشان تملى أي دخل متاح. فكروا فيها كده، لو مرتبك 1000 هتلاقي 1000 طريقة تصرفه وتيجي آخر الشهر مزنوق. طب لو زادوا بقى 2000 هتلاقي طرق جديدة تصرف بيها ال2000 وبرضه تفضل مزنوق. فالمشكلة الحقيقية عمرها ما كانت في قلة الدخل، المشكلة في إن مصاريفنا بتجري ورا الدخل ده ومش بتسيبه. طيب كفاية كلام عن المشكلة، خلينا نتكلم في الحل. إزاي نكسر الدايرة دي ونخرج منها؟ السر كله في إننا نغير الهدف نفسه. بدل ما يكون هدفنا هو الغنى، لازم نركز على حاجة تانية خالص، حاجة أهم بكتير. الهدف الحقيقي هو الحرية المالية، والحرية دي مش معناها إنك تمتلك أكتر، لا، معناها إنك تحتاج أقل، إن الشغل يبقى اختيار مش ضرورة. تخيلوا بس إحساس إنك تروح الشغل كل يوم عشان أنت حابب تروح، مش عشان وراك فواتير وأقساط واشتراكات لازم تدفعها. هو ده الإحساس اللي بنتكلم عنه. جميل. طيب إزاي بقى نوصل للحرية دي؟ الحقيقة إن الموضوع كله بيتلخص في قاعدة واحدة، قاعدة بسيطة لكنها قوية جدا. لو القاعدة دي بقت جزء من طريقة تفكيرنا، كل قراراتنا المالية هتتغير تماما. القاعدة بتقول اجعل مستواك الاجتماعي أقل من مستواك المالي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة عيش أقل من إمكانياتك. لو تقدر تشتري فيلا، اسكن في شقة كويسة وواسعة. لو تقدر تجيب عربية فارهة، اركب عربية عملية ومريحة. الفكرة كلها إنك تخلق فجوة، مسافة بين اللي تقدر تصرفه واللي بتصرفه فعلا. المسافة دي هي بالظبط حرياتك. يعني مثلا لو تقدر تشتري مرسيدس، اركب تويوتا. ولو تقدر تشتري تويوتا، اركب تاكسي أو استخدم تطبيقات النقل. ولو تقدر على التاكسي، استخدم مواصلات عامة. الموضوع مش حرمان، ده ذكاء مالي، إنك تاخد قرارات بتخدم حريتك في المستقبل، مش بتخدم غروقك دلوقتي.
اسأل نفسك دايما، أنا ليه محتاج أغير الموبايل كل سنة وهو لسه شغال؟ ليه أشتري ماركات غالية لمجرد المظاهر؟ هي دي الأسئلة اللي بتكسر فخ المكانة الاجتماعية. طيب، ممكن حد يسمع الكلام ده ويقول ده بخل وحرمان، والحقيقة لأ، في فرق كبير جدا بين الحكمة والبخل. البخيل هو اللي بيتجنب يصرف فلوسه خالص بغض النظر عن دخله. ممكن يكون معاه فلوس كتير بس عايش عيشة الفقراء. أما الشخص الحكيم أو المقتصد هو بينفق أقل من دخله عشان يخلق مدخرات، يعني هو بيستمتع بحياته لكن في حدود تسمح له يوفر ويستثمر. الفرق هو إن ده بيتحكم في رغباته والتاني رغباته بتتحكم فيه. وعلشان نفهم الفرق ده أكتر، في قصة قديمة جميلة جدا بتشرح لنا الموضوع ده عمليا. قصة السحابة. قصة عن راجل حكيم كانت ثروته اللي هي حديقة بتزيد وتكبر كأنها سحر. إيه بقى كان سره؟ بسيط جدا، كان بيقسم كل دخله اللي بيجي من الحديقة ل3 أجزاء متساوية، تلت لاحتياجاته هو وأسرته، وتلت بيتصدق بيه، والتلت الأخير بيرجع يستثمره تاني في الحديقة نفسها عشان تكبر وتجيب إنتاج أكتر. المعادلة دي بتضمن إن ثروته دايما بتنمو وعمره ما بيحتاج لحد. والنظام ده كله قايم على إننا نفرق بين حاجتين مهمين جدا، الاحتياج والرغبة. الاحتياج هو الحاجة الضرورية عشان نعيش حياة كريمة ومستقرة، أما الرغبة فدي في الغالب بتكون شهوة مؤقتة جاية من الإعلانات والضغط الاجتماعي اللي حوالينا. الهدف هو إننا نغطي كل احتياجاتنا بنسبة 100% ونتحكم في رغباتنا بذكاء. يعني لو محتاج 3 بناطيل في السنة اشتري 3، البنطلون الرابع ده مش احتياج، ده مجرد رغبة. وزي ما بيقول الحديث الشريف، ما عال من اقتصد، يعني اللي بيعيش باقتصاد وحكمة عمره ما هيفتقر أو يحتاج لحد. دي حكمة قديمة لكنها صالحة لكل وقت. الاقتصاد مش حرمان، ده استثمار في الأمان والاستقرار. وده بيوصلنا لمقولة أخيرة مهمة جدا لازم نفكر فيها: إذا اشتريت ما لا تحتاجه فستبيع في النهاية ما تحتاجه. الجملة دي تحذير ودليل في نفس الوقت. الفكرة الحقيقية مش إننا نزود دخلنا وبس، لكن الأهم إننا نكبر المسافة بين الدخل والمصاريف. فالسؤال اللي هنسيبه لكم تفكروا فيه هو: هل أسلوب حياتكم الحالي بيشتري لكم ممتلكات ولا بيشتري لكم حرية؟ كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.